النهارده دخلت تحدي مع سلفتي اني هعرف اعمل العيش الصعيدي ده ولا لا، اللي هو اسمه العيش الشمسي. اهو النهارده انا عجنته وقطعته لوحدي وحبيت اصوره لها عشان تشوفوا فيديو. تمام، الكميه دي عاملاها انا طبعا بما اني اتربيت في اسكندريه وكده فما بقدرش اعجن اكتر من كده، دول تمام عليا. تمام، عجنته وسبته يخمر في العجان شويه وبعد كده رحت مقطعاه على الطبابيع. الورق المدور ده اسمه طبابيع اهو. الدنيا كانت الصبح بدري ومكانش فيه شمس كتير فرفعته على الحيطان علشان يبدأ يخمر. اهي دي اول طباعة وفي طباعة تانية جنبها، او لو تلاحظوا ان العيش بدأ ينطر شوية لفوق. ودي اهي الطباعة التانية. طبعا كمية الدبان هنا فظيعة، بناكلوا عيش بالدبان. ودي الطباعة دي كمان، وفي كمان واحدة واتنين ما لقيتهمش مكان اصلا في الشمس، ودول كان لسه الشمس ما نزلتش عليهم. تمام. هو طبعا بعد ما بياخد التخميرة دي بنقلبوه على الوش اللي فيه ردة علشان يخمر تاني. الردة بتدفيه. اهو دول اللي ما لقيتلهمش مكان سبتهم يخمروا على الارض، هي كان الجو سخن يعني كده كده هيخمر. هنا اهو بدأت انزلهم خلاص خمروا، قلبتهم على وش الردة. دول كده على وش الردة، لسه بقى هيخمروا دلوقتي وهرجعهم تاني يتقلبوا. دول بقى خلاص قلبتهم على الردة، خلاص بقى هبدأ اشققه. في التوقيت ده كنت مسخنة الفرن، كنت ما بين ان انا هشغل فرن العجين وفرن الحديد، بس قررت ادخل على الفرن الحديد. اهو مسحت الوش، طبعا بيبقى فيه ردة، مسحتها بقماشة نظيفة. بدأت اشقق الرغيف. هنا ايدي كان فيها حاجات من الفرن العجين كنت عايزة اشغلها. اهو نديله ضغطة بسيطة، الرغيف الصغير ياخد ضغطة بسيطة، الرغيف اللي تلاقيه وسع منك متديهوش ضغطة. احلى حاجة طبعا تشققي بيها هو الدبوس. في ممكن البوص تاخدي عصاية منه بس مش هتنفع معايا، بيطلع عليه شنبات. اهو كده تمام، الباقي هكمله انا. بس بوريكم كده بوريكم كده من قريب منظر التشقيقة. والباقي انا هكمله. هنا شققته والفرن سخنت ورحت رصاه. تمام، بصوا بسم الله ما شاء الله عليه، شكله شهي جدا رغم اني مش اكيله قوي فيه. هنا كنت دايرته بقى، جبت اللي من ورا بدأ يحمر وحطيت الابيض اللي حطيته ورا. اهو بسم الله ما شاء الله. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير، وتدعموا اسكندرانية عايشة في الصعيد. اهو بصوا طالع حلو جدا، وكمان من جوه دلوقتي هفتح لكم واحد من جوه بس فظيع، يعني تحسوها سفنجة. بصوا يا جماعة، بصوا لما تيجي تضغطي عليه بيرد معاكي زي السفنجة او زي الكيكة. بصوا ده لو مش خمران او مش شبعان خمر هتلاقيه كتم في نفسه كده، تيجي تضغطي عليه ما تلاقوش ينطر. بصوا الضغطة دي كمان زي العيش الفينو، هش وخفيف وجميل جدا. بالهنا والشفا على اللي هيجربه، ولو جربتيه وعجبك ما تنسناش بدعوة حلوة. لو عايزين الطريقة بالتفصيل سيبولي في الكومنتات وانا ابقى اجربه لكم.